اقعدوا بالعافيه يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده ان شاء الله. طبعا بقالي كتير جدا ما بنزلش بفيديوهات خالص على القناه الصغيره، خالص خالص خالص، لحد لاني ما عنديش طاقه. انا ما عنديش طاقه للي هنا وهنا بصراحه. لكن للاسف بقى الشديد انا مضطره والله يا ولاد. مضطره ليه؟ لان انا جالي يعني اليوتيوب بعت لي، قال لي لو ما اشتغلتيش على القناه الفتره القريبه دي يعني هيحصل فيها وقف الارباح. فطبعا انتوا عارفين انا تعبت فيها قد ايه، وان انا اوصلها للرقم ده، فقلت لا ما بديهاش بقى. ابدا ان انا ايه، عادي ارتاج عادي، ابدا ان انا انزل فيها فيديو معاكم النهارده. والفيديو النهارده يخص رقيه. انا رايحه اودي رقيه الكورس بتاعها. طبعا الناس كتير سالتني يا جيجي هو الكورس ده فين وكده، هقول لكم كل حاجه. لو عرفت اصور لكم المكان هصوره لكم، بحيث لو اي حد عايز يقدم لاولاده بنت او ولد عادي يعني متواجد الموضوع. فالكورس قريب من هنا في جمال عبد الناصر. هنروح بقى انا وقريب، بس بتلبس اهي. قلت بقى اصور معاكم فيديو كده النهارده خفيف لطيف ظريف، وحشتوني جدا. مع ان انتوا متابعيني على القناه التانية ام البنات، بس انا قلت ايه، افتح معاكم كده فيديو ونتكلم مع بعضينا يعني. اشوف اخد حاجتي ناقصه حاجه بتاع، لازم اخد فلوس فكه معايا عشان المواصلات. طبعا هو باباها اللي كان بيوديها بصراحه، بس طبعا بدات المدارس فالوقت اختلف. كان بيوديها ويجيبها، فانا دلوقتي مضطره ان انا اوديها الساعه 3. عملت الغدا قبل ما انزل. هتشوفوا النهارده الفيديو. النهارده بدانا تنظيفات رمضان معاكم. تعالي يا ريتاش كده شوفيني باينه ولا لا. صحيتي بدري ليه؟ عشان اقول لك حاجه. طب هتقولي حاجه على الهوا ولا نقفل؟ لا ما ينفعش، احنا على الهوا مباشر. ايوه باينه. ايوه باينه قوي. طب هاتي معلش الكوتشي بتاعي. فلبست كده، خلصت الغدا وكل حاجه على التسخين. بس انا هرجع الساعه 5 يعني، هنزل قبلها بساعه عشان المواصلات والدنيا بتبقى زحمه. وهرجع الساعه 5. رؤية بتلبس وهجيلكوا دلوقتي. طبعا بدات معاكم تنظيفات رمضان في القناه التانية، هتشوفوها هننزلها مع بعض. بحيث ايه، اقول لكم دلوقتي بحيث ايه، بحيث ان احنا نبدا. احنا الريش دي بادئه بدري؟ لا مش بدري ولا حاجه، الموضوع مش بدري خالص، ده انا متاخره. اي والله. استنى عشان ايه، يا ارتاج عايزه تقولي لي ايه؟ بس انا بلبس الكوتشي وبعدين بيقولي لي. ماشي بقى، تخلصي التصوير. خلص التصوير. حاضر. الرباط بتاع الكوتشي ده طويل قوي، مهما اقصره برضو طويل. ما باجي من بره بقلع حاجتي، بالذات انا يعني بقلع حاجتي والمعها كلها من تحت ومن فوق ومن كله. عشان ايه؟ اما امشي على السجاد يبقى انا اللي ماشيه بمزاجي. تعالي بقى سلمي عليهم يلا. سرحتي؟ شوف انا عايزه اسرح ايه. تعملي تسريحه ايه؟ لمي نص ونص كده. عايز تيجي اسرح لك انا قدام الكاميرا؟ تعالي. حلو الكوتشي ده لايق يرتاش؟ ولا البس التاني؟ لا ده حلو، مفيش مساحه. طب وقفي كده لغايه ما نشوف. الولاد بيقولوا لي الكوتشي مش لايق. طب هاتي التاني كده يرتاش. والله بصوا انا كان حاجه كنت عايزه عايزه اكويه، بس النور هيقطع. يرتاش هاتي التاني. رأيي بتجيبه. لا رؤية بتصرح. كل واحد ترمي على التانية. اقول لكم هاتوا تقولي ارمي التانية، هاتي التانية قولي التانية. كل بقول لحد حاجه، ده يقول لي قولي لده، وده يقول لي قولي لده. اي وريني يا بنتي نشوف التاني اما ست رؤية تخلص. طبعا الهدف ايه من فيديو النهارده؟ الهدف من الفيديو ده انا عايزه اعرفكم ان احنا لما يعني عارفين ان رؤية السنه الجايه هتبقى شهاده، فبعد كده هتخش اعدادي وهتخش ثانوي كده، فلازم تبقى معاها تاخد كورسات عشان تقدر تستفيد. تخش الدراسه تبقى فاهمه، لو دخلت ثانويه عامه ولا حاجه تبقى عندها خلفيه بالموضوع يعني. عارفين في المدارس الموضوع الانجليزي والحاجات دي في تاثير شويه، عشان كده بنعوضه بقى بالحته دي. اي نعم بنتعب وافضل نازله طالعه وبتاع، بس بناخد ثواب. ايوه والله بناخد ثواب. ولا يرتاج؟ كده مامتك بتقول صباح عليكم. اه طبعا لو صعب عليكم. لا
مش بنروح معاكم وبنتعب وبنيجي وبننزل وبنلبس ونعمل اكل قبل ما ننزل عشان يجي لي الاكل جاهز، كل الكلام ده ولا ايه؟ طب امال ايه بتقولي ايه بقى؟ انا عاوز الكوتش. بكي معايا نضارتي، مع اني مش عارفه ليه نضاره يعني. في موبايل اللي بصور بيه دلوقتي، في موبايل ريتاج ماسكاه مش عارفه ليه. طب ايه، هتيجي تكلميهم ولا لا؟ هتشرحي لهم انت مبسوطه ولا مش مبسوطه في ايه؟ جايه؟ طيب ماشي، دينا مستنيين. وحشتوني جدا والله. كنت بقول لكم العوافي عليكم، كنت عماله افتكرها من الصبح، وانا كنت بقول في القناه الصغيره المقدمه بتاعتي بتبقى ايه، عشان كل قناه عندي ليها مقدمه كده، بحب اميز انا نفسي. انتوا عارفيني طبعا، اللي ما يعرفنيش ولسه داخل جديد في القناه، انا ملكه جمال المنطقه والمنطقه المجاوره والمحيطه انت هتنزلي من غير جاكيت؟ استحاله. شوفي رؤيه باينه. راسها بس. لا انزلي بقى بالكاميرا، انزلي ورق الحائط شويه. صبحي عليهم بقى، اصل مش دي قناتك. من اي؟ قالوا لي ازيكم كده وكلميه. كلميهم. صحيح. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين عشان رمضان. انت طيبه يا تيج والله. وخشوا اعملوا لي فولو على الانستجرام. تقول تشخيص بالانجليزي هتلاقوني. اكتبوا ريتاج خالد بالانجليزي هتلاقوا ريتاج. خشوا بقى شوفوها عامله ايه، عامله البدعه جوه. انما رؤيه هي اللي فتحت لي التيك توك، صح يا رؤيه؟ خشوا عندي بقى على التيك توك باسم جيهان بالانجليزي، صح كده؟ وانا كمان على التيك توك والانستجرام. لا انت طماعه كده، تشتري الاثنين منهم. عادي عشان التيك توك مش قد كده. طب ده شرب بابا ده؟ لا. حاسه كده. ده بتاعنا. عشان ابيض في الرصاصي ده مش بتاعكم. بتاعنا. عادي، ما اللي جايباه. بتلبسوا بتاع باباكوا عادي. اللي بصي جايباه. رؤيه بتلبس هدوم باباها، تيشيرتات، والله العظيم بهزر، ترنجات، شرابات. لا الترنجات موجودة. الجواكت تبقى ده واسعة. عنده جواكت خروج كده بسوسته، بتلبسها وتنزل بيها. ايوه والله. بطني. ايه؟ بطني. بص بقى شعرها بتصرح، هي كبرت بقى بتصرح لنفسها. عامله دي الحصان اهو. لازم جاكيت، ها الجو يبقى ساقع واحنا راجعين. طب انت مش هتسلمي عليهم وتقولي اي حاجه؟ قولوا بقى الكورسات بتاعتك مبسوطه قد ايه وسهله ولا خدت صعبه؟ شهادة تقدير. لا انت لازم تكلميهم على فكره، لازم تبصي لهم وتكلميهم. خدت شهادة تقدير. اخدت شهاده تقدير. ايه رايك بقى انت في اللغه الجديده اللي انت خدتيها؟ حلو. عجبتك يعني؟ سهله ولا صعبه؟ سهل. سهله. طب قولي للبنات اللي زيك يعملوا ايه؟ يروح. انت تقطريهم بالكلام؟ انا كنت كل الكلمات تقوليها. يروحوا كملي. يجوا في ايه يا ماما؟ ايوه. في يا حاجه. تفتكروا انا ورقيه عاملين فيديو على التيك توك، انا ورقيه مع بعض عامل 13000 عشان لوكا معايا في الفيديو بس. الله اكبر يا ريتاج من عينيك، عشان ريتاج واقفه لي على الفولو والناس المتابعين الجداد، صح؟ انا برضك ده عندي انت عمالة حاجة كتير تعملي قوي كده. على الانستجرام. كام؟ عندي اكتر من عندها 1000 على انت الانستجرام. عندي اكتر، بس بصي انا ما شاء جبتهم الله، في ما شاء غمضه عين كده، متابعين وحبايبي كتير. ما فنزاتي كتير. فنزاتك كتير ازاي انا يعني؟ كل ما اجي كان اكلم عندك. عندك كده تقول لي خمسة في عيني. انت بتخاف من الحسد يا جماعه، خلي بالكم. والله حد كانت من 5 الله اكبر شق كده على طول. صح يا ريتاج؟ صح. بص احلى حاجه في ولادي يبقى عايزين يسجلوا معايا وهنصور معاك يا ماما، وببص الدنيا وردي، واول ما نخش في الجد زي ما انتم شايفين كده. اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا لسه صاحية، انت عارفة الفيديو. انا لسه صاحية وعاملة كده. انت تعرفي ان الاسانسير عطلان؟ ايمن انا امبارح هتنزلي على تكسل. رجليكي، تطلعي على رجليكي 9 ادوار. انا هطلع على رجلي. اما تطلعي على ايدك. والله. ايمن امبارح تكسل بيعمل لا مش هطلع السلم. على السلم، انا بطلع على السلم بضحك. امال اعمل ايه؟ هسيبك في الشارع؟ وانا اعمل ايه في العماره العماره دي عايزه امشي منها بسبب الاسانسير. عمرة معاقة والله. بيقطع كم مره في اليوم يا ماما الاسانسير؟ امبارح 7. طلعت التاسع فجأة أول ما وصلت هنا لقيت الأسانسير اشتغل. كده حظك فقري بقى. التاج قعدت اتصلت بينا يا ماما اطلع، قلت لها اطلعي خلاص هو مش جاي. يا دوبك بتفتح باب الشقه وداخله قام الاسانسير شغال. وقفت بقى اخدت الصدمة يا واقفة. ايه؟ وقفت اخدت الصدمة. طيب بص انا هسال سؤال، انا عارفه انتوا عارفين اجابته، التاج عرفت اجابته بس رؤية ما تعرفش، ماشي يا تاج؟ ماشي. ما انت ما وإذا تقوليش. وهي ما عرفتهاش أنا هقول عارفة. بص يا بنات، انا كنت بتصفح كده على التيك توك وكده، فلقيت شيخ يعني بيتكلم وكده بيقول في حاجه موجوده، حاجه مش موجوده في سيدنا ادم موجوده في كل البشريه. انا بصراحه عن نفسي ما كنتش اعرف المعلومه. محدش يعرفها غيري. فالمهم امبارح انا كنت عرفت، فقلت لريتاج وملك امبارح، فملك بتفكر شويه لقيت ريتاج مره واحده، مع ان ريتاج ما عندهاش معلومات عامه قوي، لقيت ريتاج بتقول لي الاجابه الصحيحه اللي هي بقى ايه؟ الحبل السري. لان ادم مخلوق فما فيهوش حبل سري زينا، تمام؟ يعني ايه حبل سوري؟ اللي ببطنك. مين يا حسني السوداني؟ الحبل السري بتاعنا اللي هنا في البطن.
اسمها السرة. السره بنقول عليها السره، بس مش فيها حبل. كان اما انت تبقي في بطن، بس لما تتولدي بقصوه. مش انت تبقي في بطن ماما بتاكلي منين؟ من الحبل السري. بس انت كنت بتاكلي منه. لا مش من الاشعر. انت كنت بتاكلي منه. لا ايه، كنت قاعده من غير، كنت صايمه. بلاش رؤية، ما كانش في حبل سوري عند رؤية، كان عند ريتاش في حبل سوري. عند ريتاش كان في حبل سوري بيني وبينها، عشان ريتاش تاكل من الاكل اللي انا باكله وينزل لريتاش تاكله. انما رؤية ما كانش عندها حبل سوري يا جماعه. رؤية ما كانتش بتاكل، يعني كانت عامله دايت. التسع شهور اللي كانت في بطني عامله فيهم دايت. ايه ده 9 شهور في بطنك؟ أمال- هما ليه كلهم بيقولوا 9 شهور؟ عشان كلنا في بطن امهاتنا لازم نبقى قاعدين جوه 9 شهور. انا بقول كده؟ كده 10. انت كنت قاعده 10. اه خلاص رؤية كانت قاعده 10 في بطني يا جماعه. رؤية بنت 10 مش بنت 9، عشان تبقوا عارفين. يعني البنت ما عندهاش اي معلومات. شفتوا بقى الخيبه اللي احنا فيها؟ شفتوا يا جماعه محدش عارف يسأل، انا اللي عرفته كده بالصدفه والله. بالصدفه والله يا ابني. هتلاقيكي بحثتي عليه. لا ابدا، ده هي في ساعتها والله ردت الرد علينا على طول في ساعتها. هم اصلا ما فكروش امبارح إن دخلت الدولة- ذاكر لنا نكتة انا والملك، كنا عايزين نتقول تعمل ايه؟ قالت لنا نكتة مقلكيش على جمالها. لا مش عايزين نسمع النكت احنا، عشان هيقولوا لنا النكت حرام والضحك حرام والتلفزيون حرام. كلها حرام. مم. انت حلال. طب ممكن تقوم بقى تجيبي جاكيت عشان ننزل؟ يلا البسي يلا كوتش. نصور لكم احنا نازلين على السلم تفتكروا. ونصور لكم احنا في كان نفسي اصور لكم في يا الاسانسير ماما والله. يلا الوقت. اه الوقت يا ماما بس والله بتبقى ايه الساعة كام يا ماما؟ 1:10 بس. لا هنروح هناك كده فكروا توصلوا التكتيك. ليه ياما رايحين انت اسكندريه؟ شايفة ابو كمال عامل ازاي؟ يا ابو كمان يعني احنا التوك توك تحت رجلينا على طول. احنا احسن من غيرنا الحمد أيوة. لله. مش ازاي طب قومي يلا البسي الكوتشي. اقفلي يا ارتاش ثواني بس. هناخد صوره ميتين الاول. هات لنا صوره يا ارتاش. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين ليلى اهي. عايزاكم بس تدعوا لها دعوه حلوه عشان تعبانه من امبارح وكانت مركبه محاليل. بصوا يا عيني دراعها. الف سلامه عليك يا لول. قولوا لهم بقى، قولوا ليلى الف سلامه عليكي عشان تعبانه وما راحتش المدرسه النهارده. الدكتور قال لك ايه امبارح؟ قولي لهم بقى. تقريبا في ميكروب في بطني وقال لازم تاخدي محاليل دلوقتي ضروري اه وبكره تعملي تحليل دم. ان شاء الله مفيش حاجه باذن الله. وادي الاستاذ ادم لسه جاي من المدرسه. ادم راح المدرسه طبعا النهارده صح؟ ها تحب نذيع ولا نذيع؟ نذيع ولا لا؟ عشان انت ساعات بترفض تقولي لا ما تنزلنيش على ليه، عشان انا مشهور مش عايز الناس تعرفني في الشارع. نذيع يعني. وروكا لبست جاكيت، هي ما كانش ينفع تنزل من غير جاكيت. وارتاج لو شفتوها بص عامله ايه في نفسها وريه. فقعت في البتاع. ريتاج مدفيه نفسها. ريتاج اكتر واحده تدفي نفسها في البيت هنا. تلاقوها لابسه 5 تيشيرتات من تحت من السقف. حصل صح يا ريتاج؟ والله. اه والله. والبت ليلى القمر دي عايزاكم تدعوا لها والنبي دعوه حلوه كده من قلوبكم كده، وتقولوا ربنا يشفيكي يا ليلى ويبعد عنك الشر وحاجات حلوه بقى منكم كده، عشان ليلى بتتبسط لما تشوف ايه الكومنتات. انما ادم قولوا له برده كلمه حلوه برده، عشان ايه برده يعني ادم برده مننا وعلينا يعني. انت بتخش بتقولي ازيك يا ايه؟ يا جيجي. لا جيجي فن. اه ما قلتش النهارده. جيجي فاني. ما قلتليش ليه ازيك يا جيجي فاني؟ كنت في المدرسة. ده ما بيقولش يا عمته ولا حاجه، ده بيخش يقول لي يا جيجي فاني ويقعد يضحكني وياخد بعضه ويمشي. النهارده اتحايلت عليه عشان ينزل يجيب لي كيس ملوخيه من تحت. بص لو شفت وشه يا حول الله. اتحولت ليه يا ابني؟ انت محمول في الكاميرا. انت خوفتهم. انا ما رضيتش انزل اجيب لا نزلت بس كان وشك متقدر خالص، بس ماشي قلت عادي ينزل برضه. انا عارفه مفيش اسانسير بس كتر خيرك يا ادم والله. وبعدين انت راجل البيت يعني، ما جوزي مش هنا فمين يجيب لي طيب؟ ايوه صح. ولا انا عشان ما عنديش هو مش لاقي لها عرق، هي ما عندهاش عرق. ما فيش عرق، كان عايز كمان وانا رفعت. اه حاولت الناس كلها بتطلع تقول الحته دي بتوجع وكده. اه ربنا يشفيك يا ليلى يا رب ويسبحانك. انا دخلت لك الصبح كلمتك صح، وتاني دخلت تاني لقيت رحاب نايمه، قلت بقى اكيد سهروا بالليل عشان كانت ليلى تعبانه. كانت قاعده معايا من شويه من شويه كانت قاعده معايا. والمحلول هداك يعني شويه عن الاول بجد. والله. ربنا يشفيك يا رب. وانت ادم مش عايز تقول حاجه للجمهور؟ بقالك كتير ما ظهرتش. بيقولوا لي ادم مش باين ليه؟ بقول لهم مشغول بقى، عنده اشغاله وعنده اعمال. بعدين ادم بيلعب كوره يا جماعه. ادم بيلعب كوره. بتجيبي جوان ولا بيخش فيك؟ جبت كام جون؟ امتى لما رحت لعبت اخر مره؟ تفتح الكورة بتجيب كام واحد؟ اخر ماتش جبت جونين. جونين؟ ماشي. يلا بينا بقى ننزل عشان ما نتاخرش، عشان احنا نازلين على السلالم. يلا بينا.
احنا احسن من غيرنا الحمد لله. قول يا رؤي. نازلين على حيلنا الحمد لله، احنا احسن من غيرنا. جيراننا عاملين زرع يا جماعه، والله يكتر خيركم، كتر الف خيركم. رؤية قولي لهم بقى احنا ايه؟ احنا احسن من غيرنا الحمد لله، واقفين على حيلنا. صوتي انا عارفه مزعج بس ايه، ماشي يا بني ادمين. والله ما هسيبكم اللي معطلين الاسانسير عشان انزل على رجلي كده كتير كده كتير. او المنظر انتوا بتشوفوه من عندي من ورا اهو. في حد سالني، انا رد عليك اهو، سالني على الواتس يا جيجي الشقه اللي في العماره اللي في الشيك دي عايز ناخد فيها شقه. الشقه دي بتاعت اهالي، ما ينفعش حد سكان يسكنوا فيها، يعني فيها اهالي. اهي العماره اللي في الوش دي شايفينها كلها اهل في بعض، اخوات بقى على عمام، يعني بيت عيله. ده كده بيت عيله يا جماعه، مش عماره فاضيه. عشان بس في شقه فاضيه بس هم اكيد سايبينها ايه مثلا لاولادهم احفادهم، الكلام ده بقى انتوا فاهمين. ده ممكن نسرق كام كوتشي كده من المحطوطين دول اهو، بس اكيد جيراننا هيشوفوا الفيديو اللي متابعيني هيعرفوا ان انا اللي خدته. انا مش عارفه العيال دي ما عندهاش مدارس اللي بيلعبوا في الشارع دول، يعني انت ولا انت وهو يا ولا ايه؟ المدرس اللي معاهم في المدرسة. معاك ايه؟ ما بيذاكروش؟ آدم. مش بيذاكروا؟ انا عايزه افهم. لا. في حد علق حاجه رمضان؟ لسه بدري يا جماعه. يلا بكره احنا كمان نعلق كده زيه. حلوه. يلا عقبالنا كده فوق لسه ما نعلق لكم بقى زينه رمضان ان شاء الله بقى. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. يلا نكمل معاكم بقى لما ننزل عشان السلم طويل قوي. سلمي عليهم يلا. ركا وصلت يا جماعه، خلاص وصلنا. اسم المكان ايه معلش؟ تارجت. طب تمام. في جمال في اسكندر ابراهيم صح كده؟ صح المكان في اسكندر، اخر اسكندر. ايوه حضرتك اخر اسكندر. تمام هصور لكم المكان من تحت بالتفصيل ان شاء الله. بس ركا مستنيه بقى الميز بتاعتها. لما تبصوا من فوق لو حبيتوا المكان لو انتوا جايين من جمال عبد الناصر هناك اهو، الاكاديميه هناك اهي زي ما انتوا شايفين. هتخشوا الشارع بتاع الاكاديميه كده بالظبط، على وانتوا داخلين على ايدكم اليمين. لو انتوا جايين من عند القطر هيبقى على ايدكم الشمال. ادي القطر اهو، سكه القطر اهي. تمام. انزل بقى اسلم على جمهوري اللي تحت ده عشان ما يزعلش مني، عشان شاور لي وانا طالعه وانا ما خدتش بالي. يلا بينا.